السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديالي اليوم كما كتعرفوا مؤخرا كنخدم معكم رشمات هكا صغار اللي كيعجبوني وكنبغي نطرزهم معكم في فيديو بحال هكا في تقنيه جداد. الرشمه ديال اليوم هي هذه. خدمتها حتى هي بالالوان والخطفه ودخلت فيها حتى الطرز المسوس. اهم حاجه في هذا الرشمه هو الطرز المسوس. الطرز المسوس اللي درت هنا ما درتش ديال الكاويه، درت الطرز المسوس اللي كيتخدم بالماكينه بحال الطرز القديم، غير هو انا خدمته هنا بالسقلي ماشي بالحرير. دونك خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو كامل باش تعرفوا الطريقه باش خدمتها والتقنيات اللي دخلت فيها. اول حاجه هذه هي الرشمه اللي بغات تسكرينيها. رشمات هادو كناخدوهم غير من بانترست ولا كيطلعوا لي هكا في انستغرام، كيكونوا صغار وزوينين. البنات اللي بغاو يتعلموا هكا كيضربوا على الطرز تقدروا تخدموا عليهم وتدخلوا فيهم التقنيات اللي بغيتو. دابا هذه تقدر تخدم باي طريقه، ماشي ضروري كيما خدمتها انا هكا. كتعلموا زعما كتدربوا عليهم وكتعلموا فيهم تقنيات جداد وكيجيو في نفس الوقت زوينين. تقدري ديريهم بالنسبه للبنات اللي هم كيتعلموا، تقدري ديريهم في الكتالوج ديال الطرز ديالك. هنا انا غادي نبدا باول حاجه بالطرز ديال المسوس. في الاول غادي نطراسي انا داك الكاري بوحدو هو اللي غادي نخدمو بالمسوس. دونك غادي نطراسيه، ملي طراسيو مزيان مزيان مزيان، حيت انا كما كتشوفوا راني طرز زعما طراسيت وعاودت. ولكن ملي تقطعوا سواء اللي كتخدموا بحالي هكا ولا زعما ولا رشمه كبيره يعني فيها المسوس كبير، ما تقطعوش بزاف. انا عندي الكاري صغير قطعته كامل، ولكن نتوما ما تقطعوش كامل حيت اين فوا كتقطعوه مع الثوم مزير في المرمى كيعواج ما كيبقاش الشكل ديالو هو هذاك. دونك قطعوا غير شويه من هذا وخدموا عاد زيدوا قطعوا داكشي اللي باقي. الحاجه درتها ما صورتش من الاول، ما كانتش كتصور لي الكاميرا، ولكن غنوريكم الطريقه. هما راه دوك الخيوط نفس الطريقه اللي كتخدموا بها. اول حاجه كتديو تجيبي الخيط بلا عراض، يعني بحال كتخيطي. انا كنت كنديه 6 ولا 7 المرات بحال هكاك باش يجيني داك الخيط شويه عريض، حيتاش مازال غادي نزيد موراهم الرقاق. والمره الثانيه دابا بحال اللي كنعمر دابا الاخيره زعما كتطرزي بواحد العراض رقيق، بحال غادي تطرزي واحد السط رقيق. كتعرضي شويه العراض باش تعمريه ويتغطى داك الخيط ديال السوجي اللي زعما اللي كيبان من تحت. هنا فاش ساليت دوك الخطوط تاع درت 4 في الطول و4 د العرض مخالفين. دابا غادي نعاود ندير هادو اللي رقاق كلهم بنفس الطريقه، ولكن حيت بغيتهم رقاق الا لاحظتوا كنمشي ونجي غير 2 مرات والمره الثالثه كنعمر. شفتوا فاش كنعمر بعراض رقيق باش ما يجيوش عراض يجي داكشي ما زوينش. كنعرض غير شويه ما كنعرضش بزاف. صافي وساليتها بهذه الطريقه. مازال غادي نزيد خطوط اخرين، يعني داك لي كارو اللي درتهم في الاول غادي تجي في وسطهم خطوط رقاق على شكل زائد، يعني غير كتعمروهم كتقسموهم بحال كتقسموها في النص كما كندير انا دابا. كولا كارو كنمشي ونجي 3 ديال المرات، والمره الرابعه كنعمر بواحد العرض رقيق. كندوز واحد ضروري فاش تساليو سواء في هذا الشكل ولا في شكل اخر، دوزوا واحد الطراساج في الجناب يعني عامر مزيان باش ما يتحلش، يعني كتفينيوها بالجناب. هنا انا عندي الطرز في الجناب ديال الكارو مزيان، ولكن واخا هكاك كنزيد ندوز الطرز بحال كنفيني هذوك الخيوط فين كنت كنشدهم باش ما يتحلوش بحال هكا كما كتشوفوا. طرزوا وعاودوا مزيان وزيروا الخيط باش يكون داكشي هو هذاك، من حيت الطرز المسوس كيكون يعني هكا غير خيوط، يعني دغيا غادي يتحل الا ما كانش متقون مزيان. في اخر الفيديو غتلقاو نصائح مهمه باش يصدق لكم هذا الطرز المسوس، حيت بزاف البنات ما كيصدق لهمش. وانا براسي يعني بقيت معاه مده طويله باش قدرت نخدمه بالطرز بالماكينه ديال الطرز ماشي ديال البيدار، حيت هو في الاصل كيتخدم بالماكينه ديال البيدار ماشي ديال الطرز. وصافي بقاو معايا اخر فيديو تشوفوا النصائح اللي نقدر نعطيكم باش يصدق لكم كما خرج ليا انا بحال هكا. وما يتقطعش الخيط ولا والو، يجي زوين.
دابا صافي ساليتو كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين زوين وخفيف. راه مازال غادي يتنقاو يبانوا هذاك الزواقات اللي فيه مزيان. كما قلت لكم درت في الاول لي كارو كبار، من بعد عمرتهم بخطوط صغار. نتوما تقدروا ديروا غير لي كارو بلا دوك الخطوط الداخل حتى هكا كيجي زوين. دابا غادي نخدم معكم هاد الوردات خدمتهم عاديين بالغرزه عاديه بتدوار المرمى، ما دخلتش فيهم زعما شي تقنيه هكا ريبه. غادي نساليهم فاش نسالي بهاد الغوز ولا موف اللي درت، غادي نزيد عليه شويه د الخطفه بالسقلي هكا باش تجي زوينه. ودوك العليفات اللي صحتهم حتى هما غادي نخدمهم بالسقلي. نخليكم تشوفوا الطريقه ونكمل معكم. دابا ملي ساليت دوك الوردات ما غاديش ندير دابا السقلي حتى كنسالي الالوان كاملين. السقلي كنخليه الفينيسيون في الاخر. خدمت هاد الوريقات خدمتهم باللون الخضر باستيل بتدوار المرمى. اللي ما بانلهاش مزيان انا سرعت شويه الفيديو، تقدروا تقلوا الفيديو ولا شوفوا عاودوا باش يبان لكم الطريقه كيفاش كنخدمهم بتدوار المرمى. سينو راه غادي ندير سلسله ان شاء الله مفصله ديال المبتدئات اللي فيها تدوار المرمى والعليفات وبزاف ديال الحوايج باش نشرحهم مزيان، حيت فاش كنكون خدامه بحال هكا رشمه كامله ما كنقدرش نشرح، يعني يجي الفيديو طويل بزاف، ما كنقدرش نشرح كاع التقنيات اللي فيها بالتفصيل. دونك غنبقى ندير كل تقنيه ندير لها فيديو ديالها بوحدو ان شاء الله. دابا كنخدم هاد العليفات حتى هما خدمتهم تدوار المرمى، وغادي ندخل عليهم من بعد شويه ديال السقلي. درتهم بهذا اللون الصومو، وحتى هاد الشكل هذا درتو بنفس اللون. شوفوا حتى هو خدمت فيه تدوار المرمى. البنات اللي ما كيعرفوش زعما مازال ما تدربيش على تدوار المرمى يقدروا يخدموها عادي، يعني كتمشي كتخدمي من التحت كطلعي حتى لداك الراس ديال الرشمه الفوق، وكترجعي عاوتاني كتخدمي عادي حتى لتحت الجهه الاخرى ديال اليسار بلا ما تدوري المرمى بلا والو. غادي ندير الفينيسيون ديال السقلي. انا وريتكم غير نص ديال الرشمه، النص الاخر راه كيشبه فيها عادي، ماشي زعما ماشي شي حاجه ما بغيتش نعاود بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل. انا دوك هادو درت فيهم الدقه في الوسط، درت فيهم شويه السقلي في الوسط، وهذاك القوس درت حداه دوك العليفات بالسقلي. هما الخدمه ديالهم راها سهله. هو اول حاجه كتعلموها في الدروس ديال السقلي هو هاد العليفات. وزدت خدمت هاد الاقواس هادو ولا العليفات الكبار حتى هما درتهم بالسقلي. حتى دوك الوردات غادي ندخل عليهم السقلي حتى هما في الوسط. نخليكم مع الكماله ديال الفيديو. وبالنسبه للنصائح اللي قلت لكم على الطرز ديال المسوس باش يصدق لكم مزيان، صراحه انا جربت فيه بزاف، ماشي ديما كيصدق لي، حيت هو نورمالمون كيتخدم بالماكينه ديال البيضان، ولكن انا كما كتعرفوا عندي الماكينه ديال الطرز ماشي ديال البيضان، طرز وخياطه. باش تطرزي فيها الطاز مسوس خاصك تقادي فيها بزاف ديال الركلاج. انا ما كنبغيش نخربق لها الركلاج ديالها، كنبغي نخليها على الطرز. ولكن اللي بغات تخدموها زعما بالماكينه الطرز غادي نقول لك زعما النصائح اللي تقدري تتبعيهم باش يصدق لك. اول حاجه الخيط ديال الكانيط، انا كنخدم بالسورجي، كاين اللي كيدير السقلي في الكانيط وكاين اللي كيدير الخيط. انا بجوج بهم ما صدقوليش، كندير السورجي، ولكن هذاك الخيط ديال السورجي كندير في الكانيط كنزيرو، ما كنخليش في العبار ديال الطرز، كنزيرو بحال غادي نخيط، فهمتوا؟ خاص يكون مزير. علاش؟ حيت الطرز ديال هذا المسوس
رقيق، يعني الا كان الخيط ديال الكانيط مرخوف غادي يبقى يطلع وغادي تبقى تبان لك ديك البيوضه ديالو في الطرزه ما كتجي زوينه. دونك الخيط ديال الكانيط زيريه، والخيط ديال السقلي حتى هو الفوق كنزيرو بطبيعه الحال، بجوج بهم خصهم يكونوا مقادين ومتساويين، ماشي واحد مزير واحد مرخوف، باش تجي الطرزه هكا مشدوده، ماشي مرخوفه محلوله. وحاجه اخرى، فاش كنطرز، فاش كندي ونجيب في هذاك الخيط، كنديه بزاف ديال المرات، يعني ما تديش غير جوج مرات صافي وتخدمي عليه، ما غاديش يجي زوين. وفاش تديه وتجيبيه يعني كتشديه في الثوب وكتمشي جهه اخرى كتشديه في الثوب، هذيك الشده في الثوب خصك تشديه مزيان، الا غير ضربتي غرزه ورجعتي كيجي ما كيشدش مزيان في الثوب وراه يقدر يتحل، خصوصا الا كنتي تخدمي في الكريب. وبالنسبه للتقطيع كنقطع غير بالطرف، هنايا انا قطعت الكاري كامل حيت عندي غير صغيور، الحشمه صغيره والكاري صغير. كاين اللي كيخدموا مثلا المسوس على طول الكم، ما يمكنش تقطعيه كامل داك الطرف اللي عندك كله في المرمى وتخدميه كامل حيت غادي يتحل الثوب، غادي صافي غادي يضيع، يعني ما بقى مشدود حتى شي حاجه غادي يترخف. خصوصا حنا المرمى كنزيروها، يعني غادي يكون مزيان وانت تقطعي غادي يترقف غادي يترخف خطره واحده، ما غاديش تبقاي صافي، ما غاديش تبقاي قادره تخدميه. داكشي علاش كنقطعو غير طرف بطرف، واحد الطرف وتشبكيه تخدمي فيه الشبكه ديال المسوس ديالو، من بعد تقطعي الطرف اخر حتى كتسالي. ملي كتمشي تركبي المرمى الاخرى، راه واحد الجنب ديال المرمى راه كيجي على الطاز مسوس، خاصك تردي البال، ما يمكنش ليك تزيريه بحال كتزيري الثوب، خاصك تردي البال معاه باش ما يتحلش. وفاش كطراسي داك المربع اللي شفتوني فاش طراسيتو مزيان حتى داك الطراساج هو اللي كيشدو باش ما يتحلش وباش ما يعوج. هاد الشيء اللي يمكن لي نقول لكم على الطرز ديال المسوس. انا مولفه كنخدمو غير بالكاويه، ما كنبغيش نخدم هذا، ولحد الان ما كنبغيش نشدو حيت الخدمه ديالو ماشي سهله. هاد شويه اللي خدمت معكم عادي، ولكن باش نخدم بياسه هكا يكون فيها في الجناب ولا في الكمام ولا ما كنبغيش نشدو حيت كيبغي رجلاج الماكينه، خصوصا الا بغيت نخدمو بالحرير. ما كنبغيش نخربق لها في الرجلاج بزاف، كنبغي نخليها على زعما الرجلاج ديال الطرز العادي باش ما نحسنش فيها. وهذا غير بغيت نوريكم الطريقه وصافي، حيت انا كيعجبني الصراحه، كيجيني زوين، نقدر ندخلو هكا في شويه في الرشبه بحال هكا، كيجي زوين، كيجي شي حاجه جديده. وصافي البنات، انا غادي نسالي هذا الفيديو كما كتشوفوا الرشمه جات زوينه باللوينات وهذا. الى عجبكم الفيديو قولوها لي في لي كومونتير، وما تنسوش ديروا جيم وتابونا في القناه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.